قامت الشرطة بمطاردة سيارة مسرعة حتى تمكنت من إجبارها على التوقف. نزل منها شاب وفتاة في مقتبل العمر، فتقدمت الضابطة إليهما بغضب قائلة: كنت تقود بتهور شديد، انزل من السيارة فورا. لكن الشاب والفتاة قابلا كلامها بالسخرية والضحك. وعندما حاولت الضابطة إجراء اختبار للكحول، ابتسم الشاب باستهزاء وقال: هل تعلمين من أكون؟ أنا ابن عقيد، وبمكالمة واحدة فقط قد تفقدين وظيفتك. ثم نظر إليها بازدراء وأضاف: لنرى ماذا يمكن لهؤلاء الشرطة من الدرجة الثالثة أن يفعلوا. قامت الضابطة مباشرة بالاتصال بالعقيد والد الشاب الذي حضر إلى المكان على الفور، وما إن وصل حتى سأل: ماذا فعل ابني؟ فشرحت الضابطة الموقف كاملا. عندها التفت العقيد إلى ابنه قائلا بحزم: لم تكتفي بانتهاك القانون، بل جلبت العار لاسمي أيضا. هل علمتك أن تدوس على العدالة تحت مظلة النفوذ؟ اعتقلوه، فالقانون يجب أن يكون فوق الجميع حتى لو كان ابني. إذا كنت تؤمن أن العدالة ينبغي أن تسود بلا استثناء، فاكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب والمشاركة والاشتراك. متنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك.